السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور أعظم نادي في الكون، النادي الأهلي العظيم، وبرضه هيفضل الأهلي عالمي. في مشكلة ظهرت كده، نزل الجدول للنادي الأهلي بعد ما هيرجع إن شاء الله من كأس العالم. جدول الدوري مضغوط للنادي الأهلي. جدول هنقوله مع بعض دلوقتي. لو اتلعب هيبقى كارثة. ليه هيبقى كارثة؟ الأهلي هيلعب في 22 يوم 7 مباريات، فيهم 2 بره مصر، مع الهلال في أم درمان ومع صن داونز في جنوب أفريقيا. طيب إيه هم المباريات ديت؟ أنا عندي يوم 18 الهلال في أم درمان، الأهلي عنده يوم 11 ده 11 اللي هو السبت مباراة التالت والرابع مع فليمنجو. هيجي هيريح يوم ولا 2 ويسافر على أم درمان، هيلعب مع الهلال يوم 18. يوم 21 هيبقى 19 20 يومين. يوم 21 مع أسوان في أسوان، مع أسوان في أسوان. طيب عندي يوم 25 صن داونز، 21 ألعب مع أسوان، 25 صن داونز يومين. من 25 الماتش هيخلص، هنريح 27 26 27 هنلعب مع الداخلية يومين. بعد الداخلية عندي يوم 4 مارس القطن الكاميروني هنا في القاهرة، رايح 3 أيام. بعد كده عندي بعديها بيومين يوم 7 مارس المقاولين العرب، وبعديها ب3 أيام عندي صن داونز في جنوب أفريقيا. إيه الجدول ده؟ إيه ده؟ يعني أنا ما بين الماتش والتاني يومين، والأيام اللي فيها سفر يوم سفر ويومين لعب، 3 أيام يعني. إيه ده؟ إيه الجدول ده؟ مقصود بيه إيه؟ هو مش في لائحة بتحكم المباريات؟ هو انتوا عايزين تخلصوا الدوري على حساب النادي الاهلي باي شكل؟ هقول لكم تاني المباريات يا جماعه بتواريخها وركزوا معايا فيها. 18 مع الهلال في السودان، 21 مع اسوان في اسوان، 25 مع سان داونز في القاهره، 28 مع الداخليه، 4 مارس القطن الكاميروني، 7 المقاولين، 11 سان داونز في جنوب افريقيا. يلا بقى ايه، نعجن الاهلي ونطحن الاهلي عشان ايه، ونجيب حكام عموله كده للزمالك ونظبط الدنيا. النهارده الزمالك طلب يؤجل مباراته مع سموحه، رفضوا. وبيقولوا ان فيوتشر طلب التاجيل، ما اعرفش طلب التاجيل ايه اصلا، ورفضوا. عشان انت لما تيجي تقول انا عايز اجل يقول لك لا، المساواه في الظلم عدل. يا جماعه هي مش خناقه، انتوا تساعدوا الفرقه انها تشرف البلد. يعني انا النهارده لما اجي احارب نادي زي النادي الاهلي دوت، بيكسب افريقيا وبيشرفنا، بيجي يروح كاس العالم وبيشرف مصر، انتوا بتشتغلوا ضد مصر مش ضد النادي الاهلي. انا عندي حاجه ناجحه، ليه هيدها؟ عندي منظومه ناجحه، ليه هيدها؟ مين يقول ان العب 7 ماتشات في 22 يوم، فيهم ماتشين بره البلد، سفر السودان وارجع، جنوب افريقيا وارجع؟ يعني مين يقول كده؟ يرضي مين؟ هو انا مش في لائحه بتحكم الكلام ده؟ انا عايز امشي على اللائحه. شوفوا لنا اللائحه بتقول ايه، انا ما اعرفش. انا بتكلم معاكم على فكره، انا لا اعلامي ولا ليا في، انا راجل بتكلم معاكم بجمهور، بتكلم معاكم بنبضكم، لكن قاعدين مع بعض في نادي، في كافيه، في قهوه، في الشغل، بتكلم معاكم. انا مين يعني؟ ايه اللائحه اللي بتحكم الامور دي؟ هو في لائحه بتقول اسافر العب بره واجي في 3 ايام؟ يعني 3 ايام اسافر واجي والعب ماتش بعديها بيومين؟ ايه ده، في ايه؟ 5 ايام اسافر فيهم والعب ماتش وارجع العب ماتش في الدوري في 5 ايام؟ انتوا بتعملوا ليه كده؟ ده انتوا تقعدوا تخططوا لصالح الكره المصريه. الفرقه دي بتلعب باسم البلد، الفرقه دي هتشجعنا، الفرقه دي ترفع اسمنا، الفرقه دي مش كفايه حارمينه من جمهوره وحارمينه من موارد بتخش له؟ فين كويس قوي قوه الاهلي في جمهوره. لو الجمهور رجع
هتعملوا الفساد اللي بيحصل ده بحذر وبخوف. هيبقى في رد قاسي. هيرجع ليه بقى؟ واحنا بقى نستفرد بالاهلي ازاي؟ وتستفرد بيه ليه؟ ليه؟ هدف ايه لما توقعه؟ عندي منظومه ناجحه، ليه ابوظها؟ عندي منظومه واجهه للبلد، ليه ابوظها؟ انا مش قادر افهم المسؤولين في الرياضه في مصر بيفكروا ازاي. الجدول ده لو الاهلي وافق عليه جريمه في حق النادي الاهلي، رغم ان انا عندي ثقه كامله في كولر، وعارف ان عندي فرقتين تقدر تداري الاجهاد ده، بس لا اخد حقي. ليه تجهدني ليه؟ عندي سافيو، عندي كريستو، عندي خالد عبد الفتاح، عندي مروان عطيه، عندي شادي حسين، عندي كهربا لسه يعني ما وجهتش، لسه جاي. عندي لعيبه ممكن تلعب يعني. بس طب ليه؟ ليه يعني انا عندنا فرقتين نقدر نعمل تشكيلتين، بس انا النهارده عايز حقي. ليه تجهدني؟ عايز تعيد السيناريو تاني ان اجهد الاهلي عشان افسح الطريق للزمالك؟ يعني انتوا لو مشيتوا بما يرضي الله، المساواه في الظلم عدل، هتلاقوا مفيش اي شغب بيحصل، هتلاقي مفيش اي تعصب بيحصل. تعصب جاي من مسؤولين عن الرياضه في مصر، مسؤولين واعلاميين وكل حاجه. هقول ايه طيب؟ انا مش عارف. ان شاء الله اما نشوف بس النادي الاهلي لما يرجع باذن الله بالسلامه، وربنا يكرم ويقدر يحقق المركز الثالث، القرار هيكون ايه؟ وهل في لائحه هتتنفذ ولا لا؟ بخصوص موضوع كهرباء يا جماعه، امبارح انا كنت اتكلمت مع بعض الزملاء على المنتدى وبعض الاصدقاء ان الاهلي هيقدم طعن، فقالوا لي لا ما ينفعش، لازم الاهلي يقدم بعد انتهاء الشهرين. لا، الكلام ده مش سليم يا جماعه. الاهلي او محامي كهرباء عموما، الطعن بيتقدم في خلال 10 ايام. 10 ايام اي حد من الطرفين عايز يقدم، سواء كان كهرباء او نادي الزمالك، في خلال 10 ايام الطعن ده بيروح للمحكمه الرياضيه الدوليه اللي هي الكاس، وبناء عليه بيطلع القرار. ياخدوا بقى الورق ويقعدوا يدرسوه، بياخد وقته. يعني زي ما قلنا احنا معانا شويه 8، انما كهرباء ايقاف تاني مش هيتوقف. هي القصه كلها ازاي تدفع الغرامه وازاي ياخدوها تقسيط، يلا فوري. بس هو الموضوع ما فيهوش ايقاف تاني، عشان بس نطمن الناس، يعني مش هيبقى فيها ايقاف تاني. طيب كان في حد بيقول لي انتوا يعني السبب في التعصب في الرياضه. طيب هو انا لو ما لقيتش حاجه مش صح بتتقال مش هطلع اتكلم. لو ما لقيتش تصريحات استفزازيه في حق نادينا الكبير النادي الاهلي مش هطلع عشان ادافع عنه. يعني انا امبارح مرتضى منصور كان بيرفع قضيه في المحكمه على اتحاد الكوره، والموضوع ده هيبقى كبير على فكره وممكن يوقف نشاط في مصر، بس ما علينا. يعني وهو نازل فيديو بيقولوا له الاهلي هيعمل ايه النهارده؟ قال لهم ان شاء الله تغلب 7-8. ده مسؤول رياضي محترم، وبتقولوا لنا احنا كجمهور انتوا سبب الفتنه؟ احنا مش سبب فتنه، احنا بنرد على الناس اللي عامله الفتنه، بندافع عن نادينا. احنا مش سبب فتنه، احنا بندافع عن النادي بتاعنا، وهنفضل ندافع عنه لحد اخر يوم. يا رب اتمنى المنظومه الرياضيه تنضف، لان زمان كان في حاجه اسمها كوره ورياضه في مصر، كانت متعتنا، ما بقتش متعتنا، بقت عبء وضغط عصبي علينا. في ناس كتير قوي بقت تخاف من هزيمه فرقتها مع نادي كوره رياضه بسبب التجاوزات اللي بتحصل بعد المباريات. احنا بنتعيش لتعصب، احنا بنرد على كلامكم، احنا بنرد على التلميحات، احنا بنرد على السخافات. لما يطلع يقولوا ادي اللي عامل فيها بطل القرن ده مستواه الحقيقي من حد مسؤولين، لا، مستواه الحقيقي انه كسبك 3، مستواه الحقيقي انه كسب بيراميدز 3، مستواه الحقيقي انه في كاس العالم للانديه وكان في قبل النهائي مع ريال مدريد بطل اوروبا وبطل العالم. ده مستواه الحقيقي.
مش ما راحش كاس العالم ما يعرفش عنه حاجه، ما خدش افريقيا من 20 سنه، بيتغلب من فاركو ومن اسوان ومن محله وتعادل مع الداخليه ويتغلب من بيراميدز، وجاي بيتكلم في الاخر بيقول لي مستواك. اي مستوى اللي بتتكلم عليه؟ فريق متصدر الدوري وهو بره البلد من غير ما يلعب، وانت خامس الدوري بتقول لي مستوى. ان لم تستحي فافعل ما شئت. ان شاء الله في انتظار جمهور النادي الاهلي، نادينا العظيم، يرجع بالميداليه البرونزيه من المغرب، وربنا يكلل مجهودهم اللي بذلوه وما حالفهمش التوفيق في ماتش ريال مدريد بالحصول على الميداليه البرونزيه، ونتفرغ بقى للمعمعه بتاعت الدوري والكمين اللي هم عاملينهم لنا وبطوله افريقيا. وبالتوفيق للنادي الاهلي العظيم، وتصبحوا على خير.